هاي ماي لوتس، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. طبعا فيديو اليوم يا حلوين راح يكون الفيديو عبارة عن سلسلة جديدة، سلسلة جيهان وريان. فطبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا اللايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. وهلأ خليني أورجيكم أبطالنا الحلوين جيهان وريان. نبدأ بجيهان. هاي هي جيهان. مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي جيهان، والبطل الثاني واللي هو ريان. مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي ريان، واليوم سنعرض لكم حلقة من مسلسل ريان وجيهان. لا تنسوا اللايك والاشتراك. خلينا نبدأ لأني كتير متحمسة. تعريف بسيط عني: أنا اسمي جيهان، وأنا بنت عائلة ملكية، وأنا الأميرة والبنت الوحيدة لأهلي، فعشان هيك أهلي حابين إنهم يزوجوني من أميرة، وأنا بصراحة ما بحب إني أتزوج من أي أمير، بس للأسف لازم أرد على تعليمات أهلي. أبوي دايما متعصب برأيه وبكره إني أرفض له كلمة. ممكن يفضل آراءه على رأيي الشخصي وراحتي. وأمي نفس الإشي، دايما متعصبة برأيها وبس بدها إياني أرد على أبوي، وإذا عملت غلط صغير يا ويلي. وأنا ريان، شخصية كتير مريحة وما أخذ راحتي بالعائلة، لأني الابن الوحيد لعائلتي الملكية وأفضل أمير راح تشوفوه. أبوي حنون ومستحيل يرفض لي طلب، إلا إذا كان طلب إني أتزوج بنت غير العائلة الملكية، فهو بعصب علي. وأمي كتير حنونة، بس إذا غلطت برضو بتحول المشكلة لإشي كبير إذا إني ضليت أناقش وأحكي وأجادل بالكلام. وبصراحة قررت إني أزوج بنتك لابن العائلة الملكية. فعشان هيك بدي إياك تروح تناديها وتفاتحيها بالموضوع. أوكي تمام، رح أنا أفاتحها بالموضوع إن شاء الله ما ترفض. إذا رفضت فهي عارفة إنه حسابها عندي كتير رح يكون عسير، مش بس عندك وعندي كمان. يلا اطلعي ناديها. حاضر حاضر. بدك إشي قبل ما أروح؟ لا ما بدي إشي. خليني أحطها هون، بس اقعد خليني أحكي لك شوي عن أمور الزواج. تمام. هل صحيح اللي سمعته؟ هل راح يزوجوني لابن عائلة ملكية واحد أنا ما بعرفه؟ لازم أطلع على غرفتي لأنه هلا أمي بتيجي بتناديني. اسمعيني يا كلارا، ما بتحسي إنه عائلة انت العائلة الملكية كتير مبالغين مع البنت؟ لأنهم بدهم إياها تتزوج من واحد أمير مثلها وهي ما بدها. رأيي من رأيك يا سيد شريف. عم تحكوا شي؟ لا يا آنسة، لا والله ما بنحكي، استغفر الله، لا ما بنحكي شي. ما بنحكي. تمام، خليني أروح أشوف البنت، وإياكوا تتدخلوا بأي سيرة عن العائلة الملكية، تمام؟ لأنه إحنا بدنا نزوج بنتنا لأمير تاني، بس مش ظلم إنكم تخلوا البنت تتزوج شخص هي ما بدها إياه. ما إلك شأن بهذا الموضوع. آسفين. ماشي، لا تعيدوها مرة تانية. أكيد ما رح تهتمي، انتي مش معتبريتها بنتك، أنا اللي ربيتها طول السنين الماضية. انسي اسكتي، هلا لا يسمعنا جلالة الملك. تمام يا ربي، بس بدهم يزوجوني لواحد من عائلة ملكية. بنتي العزيزة. أهلا ماما. ليش وجهك مش مزبوط؟ مال وجهك شاحب يا ماما؟ ولا إشي. طيب تعالي ردي على أبوكي تحت. ماما أنا شوي متضايقة. قلت لك تعالي ردي على أبوكي، صح ولا مش صح؟ متضايقة ولا مش متضايقة؟ تعالي قدامي. حاضر. يلا تعالي. حاضر. بنتي العزيزة،
مرحبا وأهلا وسهلا بنتي اللطيفة العزيزة جيهان. أهلا فيك يا بابا. وجهك ليش عبوس؟ لا ولا إشي. طب اجلسي. يلا تعال نسمع. يلا عيني جاي. خلاص لا تفضحني أنت بعد ستك. أسف. اسمعيني يا بنتي، أنا قررت أزوجك لأمير من عائلة ملكية زينا هيك عشانهم أغنياء وزينة، يعني أنت عارفة. إيش بتحكي أنت عن جد؟ أنت يعني كل هذا علشان المصاري بس والفلوس؟ أنا مش موافقة أكيد. أنت بدك تزوجني بس عشان مصالح وفلوس كل إشي. بنت احترمي حالك، بتحكي كويس مع أبوكي فاهمة؟ بس ماما، لا ماما ولا بابا، اسكتي واحكي منيح واسمعي كلامه للآخر. أنا ما طلبت رأيك وبدك تتزوجي غصبا عنك، فهمتي؟ مش معقول. تعال نهرب. يلا. بدك تتزوج من أميرة يعني بدك تتزوج، فاهم؟ مش على كيفك. يا بابا أنا ما بدي أتزوج من أميرة، بدي أشوف حب حياتي، بلا حب بلا بطيخ. بدك تتزوج يعني بدك تتزوج. عن جد إحنا ما جبناك هون عبث. ماما أنت كنت معاي. لا معاك ولا معاه. خليني ألبس عشان أتنكر في البلدة، مش طايق أشوف أهلي. بس بدهم فلوس وفلوس. بس يا سيدي أنت مو لازم تروح، ليش؟ اسمعيني يا نيكول وانت يا زكريا، اذا بتتدخلوا بتشوفوا شو راح يصير لكم، اكيد اشي ما راح يرضيكم. احنا انبلينا بهالعيلة الملكية. معاكي حق يعني. ما بدي ابين اني اميرة. خليني البس ثياب تانية عشان اتمشى بالمدينة من دون ما حدا يشوفني وينتبه اني اميرة. مكاني المفضل، مع اني اعتبر اميرة ولكن هذا هو مكاني المفضل ومستحيل أستغني عنه. ليه بدهم يزوجوني لأمير؟ أنا ما بدي أتزوج لأمير، بدي أشوف شو في حياتي. أنت الوحيدة اللي بتفهميني آنسة دجاجة. قال أميرة، قال يعني أنا ما بدي أتزوج لأميرة. إيش هون؟ كأنه هاي الأميرة بقولوا إنها ما شافتني ولا مرة، يعني لو تقربت منها أحسن وأشوف إذا عاد لو تزوجت منها ولا لا. مرحبا، هل في اسم ضايقك؟ مين انت وايش بدك؟ لا تبكي، انا هون جاي علشان اساعدك. كيف تساعدني؟ اهلي بدهم اياني اتزوج من امير. انت الاميرة ريوجان. انا ويا ريتني ما كنت انا. طب ليش احكي لي شو في؟ أهلي بدهم يزوجوني من أمير وأنا ما بدي أتزوجه، ما بعرف شو هو أو مين هو ولا بحياتي شفته. كويس، مبين إنها هي مش عارفتني بما إنها ما عرفت شكلي. وأنا مش حابة أتزوج أبدا من أي أمير. تعالي خليني أورجيك شكلك الجديد على هاي المدينة، لأنه هون مدينة أميرنا بصراحة. بس هذا مكاني المفضل وأنا صغيرة كنت أجي هون. وعجبك المكان هون كتير؟ طب خلص يلا ابتسمي. تمام. شوف. حبيت، انت كتير جريئة. ايش رأيك نركب الخيل؟ أكيد. طيب خدي. تمام استنى خليها معك. طيب ماشي. واحتفظ فيها ذكرى، ممكن ما نلتقي مرة ثانية. معاكي حق، رح نلتقي كثير. حكيت إشي؟ لا والله. يلا خلينا استغفر. لا ما حكيت إشي. تمام يلا خلينا نروح. هاي مهرتي وسميتها
لوسي، وهي مهرة كتير حلوة ومطيعة، وأنا هاي هي مهرتي وسميتها ريفال. ريفال اسم هذاك المسلسل لقاء في عالم الخيال. انت بتعرفه؟ بعرفه. طب يلا خلينا نركب بالخيل، يلا. صوتك جدا جميل، شكرا. خلينا نطيره. تمام، يلا خلينا نطيره هيك وهيك. وداعا. جيهان، جيهان، أهلي بنادوني لازم أروح. خلص أنا قبلت إني أتزوجها. إيش هذا اللي فوق راسك؟ لا لا، هذا ولا إشي. ثاني مرة بتطلعي من البيت بدون علمي بتشوفي شو راح يجري لك. بس يا بابا أنا ما بدي أتزوج أمير. راح تتزوجه ورجلك فوق راسك، فاهمة؟ عن جد؟ خلص بكفي دلع، فهمنا. أولها أوكي الواحد بنزعج، بس بعدين الواحد ما بنزعج عادي، بتقبل الموضوع. بس أنا حبيت شخص ثاني. إيش؟ من هذا الشخص؟ احكي بسرعة. على أساس إنك مهتم أصلا. ليش رجعت يا ابني هسا؟ غريب، مش كنت متضايق؟ خف شوي على الولد. خلص تمام. شو قررت؟ بابا قررت إني أقبل بنصيحتك، فبصراحة أنت أكيد بدك إلي الأحسن، فخلص تمام أنا راح أتزوج الأميرة. راح تتزوج الأميرة؟ وأخيرا اخترت الاختيار الصحيح. أحسنت. صراحة تحمست كتير يا أصدقائي. يلا استنوا الحلقات القادمة لما تيجي.